انت اللي نخفي اسمك من الدنيا اللي اسمك ميار. ما هي اختك من ساعه ما سافرت ما شفتش طرفك بره الاوضه، وانا يعني اختك هتقعد اسبوع. حاولي بقى ايه تسايسي روحك ولمي نفسك واطلعي بره الاوضه ساعديني في شغل البيت عشان انا مش قادره. سوري يا مامي اي كانت حقيقي، يعني انا لسه حاطه مانيكير ومستنياه ينشف. ما ايه يا اختي؟ مانيكير؟ وايه اللون الخراويه اللي انت بتحطيه ده لون ترندي يا ماما. بقول لك يا بنت سيبي الزفت الطين اللي في ايدك ده وحصريني على المطبخ عشان في حاجات لازم نعملها. لو انتوا كنتوا جايبين لي الماشين اللي هي بنحط ايدينا جوه فبتنشف المانيكير وقتي كنت انا قمت، بس سوري مش هقدر. انت عارفه انا لو قمت دلوقتي استخدمت بقى الصابون او تعرضت لدرجات حراره ممكن يجيلي مشاكل هنا في ضوافري او كده، ودي موضوع صعب قوي انا مش هقدر استحمله. لا يا بنت باين انه عندك حق ولا انا اللي عندي الحق؟ بالي وفي ايد الرضعه بتعملي ايه؟ حربتي على وطي. بتعملي ايه؟ ايه يا ماما في ايه خضتيني؟ مو لما يبقى ينفخك. انت بتهببي ايه تحت الخيمه اللي انت عاملاها دي؟ ايه يا ماما انا كنت بعمل مديتيشن، يعني بنهيئ الجو الاتموسفير حوالينا بحيث ان هو يكون هادي الى ابعد حد عشان نطلع اي طاقه سلبيه جوانا. جربي بقى معايا كده يلا. باكي وفي ايد الرد. ايوه طلعي يا ماما الطاقه السلبيه. برافو برافو يا ماما برافو. ايوه انت كده تمام برافو. ايوه كده يلا يا بنت الهبله. باكي وفي ايد الرد عشان لقيتها في يوم بتقول لي عارف يا ابني ما تخافش غير من الست اللي اتعودت تشيل المسؤوليه. الست دي ايه؟ مسؤوليه؟ ايه يا ماما في ايه بقى؟ انا مش فاهمه بجد. مسؤوليه ايه يا بنت؟ مسؤوليه ده احنا كلنا بنخاف نكلمك. لا تفرفري مننا. مسؤوليه ايه ده؟ انت لما بتتكلمي 4 كلمات ورا بعض بتقولي ان انا خلاص تعبت. ايوه طبعا متحمله مسؤوليه رهيبه، انا مش قادره افهم كم الضغط اللي انتوا عاملينه لي. هسالك سؤال، لمبه الاوضه دي مين اللي بيطفيها كل يوم؟ مش انا؟ مسؤوليه دي ولا مش مسؤوليه؟ وانا شخص مسؤول وقد المسؤوليه، عشان بابا لو انا ما طفيتش اللمبه هيعمل مشكله ويقعد يزعق. يعني انا اصلا رحماكم من ان بابا يزعق في البيت. بجد انا مش هقدر اعيش مع كم الضغط ده. بنتي يا ميار كان في شويه فلوس فكه سايباهم على السفره، مش عارفه الفكه بتختفي من الشقه ليه؟ ما شفتيش هما فين؟ لا ما مش عارفه. بابا انا كنت عايزه اسالك سؤال، يعني هو مين سندي؟ مين ظهري؟ مين صاحب عمري كله؟ مين اللي فيه خلاص من غير مقدمات. حاضر انا بناشد فيك روح الابوه. خلاص يا بابا بقى، يعني ليه شتايم ليه؟ انا بصراحه بابا كان عندي طلب، انا كنت محتاجه تكييف. انا عارفه ان في اوضتي تكييف. لا انا بصراحه عايزه التكييف ده حضرتك تركبه لنا في المطبخ. اصل مش معقوله كل ما اروح اجيب ازازه ميه من الثلاجه اعرق كميه العرق. ايه يا بابا الاصوات اللي عندك دي؟ بابا في حد نايم على كتفك ولا التليفون واقع تحت القطر؟ بنتي يا ميار ناولي لي تليفوني من جنبك يا بنت. انهي التليفون يا ماما اللي على الكومودينو جنبي ده؟ والله يا ماما بصي انا دراعي ده سند عليه ودراعي ده مش هيطول، فيعني مش مهم التليفون بصراحه. انا حاسه ان انا مخلفه مسنه فوق ال90 سنه. انا كنت عايزه افتحك في موضوع يعني يا ماما بصراحه. قولي يا اخره صبري يا فقعه مرارتي. انا واصحابي طالعين اجازه مع المدرسه. عايزك تقنعي بابا ان انا اطلع الرحله دي. قولي يا ماما عايز تروحي فين؟ حديقه الازهر ولا هيطلعوكوا حديقه الحيوان؟ حديقه لا يا مامي لا، احنا بصراحه رايحين بقى هنسافر بره اسبوعين. ابوكي مش هيوافق اسبوعين سفر، احنا نيجي معاكي يوم ويتحسب علينا كلنا مصيف. هيودوكوا شط العجمي ولا كباين المنتزه؟ لا هم بصراحه يا ماما خيرنا ما بين 3، بالي او المالديفز او زنجبار والمالديف وبالي. ما انا لو موتك حرام عليا اخش النار في واحده زيي. بالطبع. شفتيش الساعه يا بنت بتاعتهم وابزين النسناس يا رب اللي انا مخلفه مقلوبالي يا بنت ليه؟ انا شفت حسين بصراحه النهارده وهو نازل بالساعه، بس لو قلت له هيقول لي قومي كلميه بقى وانا مش بصراحه بابا مش عارفه فين الساعه. لا مش عارف ما شفتهاش. خروج انا معاكوا طبعا، انا جدا. انا 10 دقايق هكون نطه في الهدوم وهقابلكوا تحت الكافيه اللي احنا متعودين نخرج فيه. صح شور انا معاكوا جدا. اشوفكوا بقى هناك. باي باي. انا عايزين نخرج يا عيال البنت ميار خرجت من الاوضه. ميار ساحلت. ايه ماما في ايه؟ داخله الحمام عادي في ايه؟ كويس ان انا لحقتك في الطرقه وانتي خارجه. خشي البسي عشان النهارده فرح بنت عمتك. فعلا فرحها كان النهارده. خلاص يا ماما بصي 5 دقايق 3 دقايق انزلوا وانا جايه وراكم. بص الحمام مش هدخل وراكم على طول. انا انتي لسه صاحيه؟
ايه يا ماما، انت نسيتي حاجه ولا في ايه؟ ولا انت كنت بترمي الزباله؟ لسه جايبه كوبايه شاي وبتتغندري في الشقه يا اختي؟ قلت والله بس اشرب كوبايه الشاي وهاجي وراكل الفرح. طب هو الفرح خلص ولا حاجه؟ مش يا بنت من وشي، ده الفرح خلص، احنا الساعه 1 بالليل. يوه كده مش هسلم على بنت عمتي. خلاص بقى نبقى نشوفها يوم تاني، مش مهم. امشي يا بنت التلمه. تيكي ايزي يا ماما، في ايه؟ ده فرح، انا ما خلفتش بنات يشيلوا معايا. انا معاك اهو، معاك. ميورتي حبيبه ماما. ما انك يا حبيبتي خرجتي من الاوضه الحمد لله والصومعه اللي انت عاملاها وطلعتي قعدتي معانا شويه شاي انا وابوكي. انا غلطانه ان انا خرجت من اوضتي فعلا. من خرج من داره طلعوا زرزاره. كوبايتين شاي انت هتك الكتل كده وتقفي تصبيهم، لا اله الا الله. ماما انا اخر مره طلبتوا مني شاي كانت من حوالي 6 سنين صح؟ انا يومها عملت ايه؟ حطيت لكم مكان الشاي ملوخيه ناشفه، ومكان الميه خل، ومكان السكر ملح، وما اعمله تاني ولا إيه؟ انا مش عارفه عجبكم في ايه الشاي بتاعي. والله انا ما خلفت الا مي. فينك يا مي تيجي تنجديني؟ ما انا الفلبينيه اللي ابوكوا جايبها لكم. ايوه كده. مامي ايه رايك في الطقم الجديد؟ طقم جديد؟ هو ده طقم جديد؟ ده انا بحسب حد دلق عليكي ميه مسيح ولا ميه غسيل وحد شحتهم لي. لا يا ماما ده طقم لسه مشترياه، بعدين ما اشتريتوش هو بس، عنب بناتي من اللي انت بتحبيه. الف انا وشف، الف انا. يبقى جاب الغراب لامه يا اختي، كتر الف خيرك. فين فلوس الجمعيه؟ جبت ده كمان. انت غيرتي التليفون؟ هو ده مش يا بنتي لسه جايبينه جديد؟ غيرتيه منين؟ بفلوس الجمعيه يا ماما، يعني هكون غيرت ايه؟ ايوه فين بقى فلوس الجمعيه؟ اهم. يابا انا كنت عارفه ان نهايتي على ايه ده.